السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنوجد معكم تورته أو كيكة عيد ميلاد أو احتفال بالنجاح، أو توجدوها لوليداتكم ولا تبغيو تهلاو في راسكم. توجدوها في أي مناسبة. هاد الكيكة راه كتجي لذيذة وبمكونات اللي بساط، ولكن المذاق ديالها راه أكثر من لذيذة. شاهدوا الفيديو من الأول حتى الآخر، ومرحبا بكم في قناتي. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايكات ديالكم، الله يسهل عليكم وملي كيشجعوني. واشتركوا في القناه اللي باقيين ما اشتركوش بالقناه، وندوزوا باش نشوفوا المقادير. كتشوفوا معايا هنايا عندي 3 ديال البيضات بدرجه المطبخ، غادي نديروهم مع واحد تريد حد الملحه، شويه راس معلقه ديال الملحه ضروري تديروهم في الكيك. وواحد الكاس ديال السنيده اللي هو كاس العنبه، الكيسه اللي كنستعمل كيسه نفس العبار ديال العنبه. غادي نخلطوهم في اي خلاط كهربائي عندكم، تنخلطوهم حتى تيندمج البيض مع السكر، يعني كيوليو كيندمج تيتغير تيولي الخليط بيض. من بعد ما خلطناها غادي نزيدو عليها كاس الحليب او ياغوت او ماء دافي اللي كيتوفر عندكم. انا غادي نزيد كاس ديال الزيت هو الاول، غادي نخلط واحد شويه وعاد غادي نزيد كاس الحليب. ممكن حتى الماء دافي، الا ما كاينش الحليب غير الماء غادي تدفيه وغادي تستعمليه. انا غادي ندير كاس ديال الحليب. بجميع المراحل كتجي هاد الكيكه بنينه. المهم تبعوا ديروا هادشي اللي درت انايا وغتجيكم الكيكه مفششه وغتجيبوا واحد المذاق اللي رائع. عندي هنا 2 شاشيات ديال الخميره خاصه بالحلويات. عندي 2 ديال كاكاو، المهم كاكاو ديال العبار او كاكاو شاشيات، انا كيتواجد عندي هذا اللي كتوفر عندكم. غادي ندوزوهم في الصفاي. غادي نديرو الفورس اللي من بعد ما غربلناه ضروري كنغربلوه. غادي نخلطوهم مزيان حتى تحصلوا على الخليط اللي بغينا. المهم نتوما تزيدوا في الطحين وغادي تزيدوا خميره وداكشي باش يجيكم داكشي هو هذاك. ما تبقوش تزيدوا الطحين تزيدوا كاكاو وداكشي لان حتى هو تيزيد يعقد. سمحوا لي فيا الهضره بزاف باش نشرح لكم، باش نوضح لكم اكثر. ضروري من الصفاي. غادي نخلط كما كتشوفوا معايا، راني درت الكاكاو والخميره، كتشوفوا الخليط ديالي راه عقاد ليا شويه. المهم ضروري انا كنزيد الخل او عصير حامضه، نص حامضه يعني واحد 2 معالق تقريبا ديال عصير حامضه و 2 معالق ديال الخل، باش كيزيد يخفف لكم داك الخليط. خصو يكون شويه خلا مطلق شويه. انا مخوت الكاكاو والخميره كتشوفوا عقاد ليا شويه. المهم كنزيدوا هذا ضروري سواء خفيفه ولا سميتو. كنزيد انا داك عصير الحامض ولا الخل، في نفس الوقت كيحيد داك الريحه ديال البيض، وفي نفس الوقت كيهشش لينا الكيك. كنحصلوا على هذا الخليط هذا دائما، كنحصلوا على بحال هذا الخليط هذا. كل ما كانت بحال هذا الشكل كتجي الكيكه مفششه. غادي ندهنوا المول اللي غادي نستعملوه. انا اختاريت هذا المول مربع، نتوما المول اللي كيتواجد عندكم ممكن تستعملوه. بعد ما دهنتو بالزبده ورشيتو بشويه ديال الدقيق غادي نخويو هذا الخليط. المهم نحاولوا نخويو كلشي باش ما نضيعوا حتى شي حاجه. غادي نبسطوه. الفران كنكونوا مسخنينه من قبل، كنكونوا مسخنينه غير من التحت، كنشعلوا غير الجهه التحتانيه لان كنديروا الكيك حتى تيطيب لينا من التحت مزيان ويطلع وينتفخ. وتنخشيو السكين وتلقاوه يعني الموس نخشيوه ويخرج لينا ناشف. عاد كنشعلوا عليه الكيكه ديالنا من الفوق. انا درت الكيكه ديالنا في الفرن. هنا درت واحد 2 كيسان ديال سكر سنيده، درتهم على عافيه مهيله حتى داب هذاك السكر. عندي هنا كاس ديال اللوز وكاس ديال الكاوكاو. من بعد ما هرستهم شويه كما تشوفوا هرستهم واحد شويه، كان باقي عندي شويه ديال اللوز شويه ديال الكاوكاو، خلطتهم مع بعضياتهم هما اللي درتهم هنايا باش غادي نزينوا بهم الكيكه ديالنا. عندي هنايا كريم شانتيو سائله، كنت دايرها شويه في المجمد شويه تبردات، زدت عليها شاشيه ديال سكر فانيلا. عندي هنا تقريبا واحد 3 ديال المعالق ديال السكر سنيده، خلطتهم شويه في الخلاط وخلطت شويه بيديا حتى حصلت على كريم شانتيو على هذا الشكل هذا. المهم كلشي راه غيعرف يطلع الكريمه ديالو، كل واحد على حسب الطراب اللي عنده. تقدر تطلعها غير بيدك. انا المهم كنخلطها شويه وكنعاود ندير بيديا
المهم كنحصلوا على هذه، غنزيد معها واحد الشاشيه ديال فلو ديال نكهه الكراميل. نزيدوا الفلو اللي بغيتو، النكهه اللي بغيتو. المهم حتى نحصلوا على الكريمه ديالنا عاقده. من بعد ما طابت لينا الكيكه طلعناها شويه تحمرات، خرجناها، جات على هذا الشكل هذا. راه كنقطعها، راه باقا سخونه كما كتشوفوا، كتجي خفيفه وكتجي مهويه كما كتشوفوا. ها هي النتيجه، راه كتشوفوها. عندي هنايا السيروم، بعد ما درت الماء والسكر كنخليهم يطيبوا مزيان حتى تيغليو مزيان. زدت عليهم واحد معلقه ديال نيسكافي قهوه سريعه الذوبان، هو اللي غادي نسيرو باش كنرطبوا الكيك ديالنا باش كيجي. سرحنا الكريمه. غادي هذاك الخليط اللي صيبت معكم ديال الكراميل اللي زدت عليه اللوز، انا سرحته في واحد الصينيه من بعد ما دهنتها بشويه ديال الزيت. المهم خرجت منه طريفات اللي غنزين بهم، وشويه هادو هرمشتهم واحد شويه لان عارفه كيكون قاصح، هرمشتهم واحد شويه، هما اللي غنديروا الوسط في الكيك ديالنا. من بعد زدت فوق منه الكريمه هذاك الخليط وصافي. عاودت حطيت الطبقه الفوقانيه حتى هي درت ليها السيرو، يعني كنفزقها بشويه ديال السيرو. المهم زينتها على هذا الشكل هذا. كنحاولوا نغطيو من الفوق عاوتاني حتى هو بالكريمه ونحاولوا نقادو مزيان. المهم الكلاصاج ديالها، المهم راه صيبته تقطع ليا، مشى ليا واحد سميتو راه بحال الشكل ديال غير في بلاصه هذاك درت 2 كيسان انا في داك المكون اللي درت فيه اللوز وكاوكاو. درت كاس، انايا درت كاس بوحدو، من طيبته بوحدو كاس ديال السكر، خليته حتى داب ميداب مزيان. درت عليه معلقه ديال تداب على عافيه مهيله، ملي كيذوب لك السكر غتزيدي عليه معلقه ديال الزبده وتنقصي البوطه. معلقه الزبده ملي تغلى كديري نص كاس ديال الحليب دافي، كتزيدي فوق من هذاك الشيء. صافي تطفي البوطه، كتخليه حتى يبرد. قبل ما يبرد كتزيدي عليه واحد 4 ولا 5 ديال الطريفات ديال الشوكولاط بيض على حساب بغيتي خفيف ولا قاصح. كتزيدي الشوكولاط على سميتو تيخرج لك هذا الكلاصاج. المهم بغيتو نحطو معاكم نصوروا لكم وزينتها على هذا. كتخوي داك الكلاصاج وتكتبي داكشي اللي بغيتي تكتبيه، كما كتبت سنه سعيده، عيد ميلاد سعيد. المهم كتزيني هذوك الطريفات اللي بقاو ليا ديال سميتو ديال بحال شكل النوغا، هذاك الشيء اللي صايبت بحال شكل النوغا. دوك الطريفات راه زينت بهم الكيكه من جناب. درت هنايا واحد الشكلاط، المهم حتى هو صايبت الشكلاط ودرته في المول درتو في واحد سميتو، درتو في الثلاجه حتى سميتو. المهم الشكلاطه مزيان غتزينو باللي بغيتو نتوما. يعني المهم ذوبت غير الشكلاط ودرت في قلب منه في واحد المول، درت في قلب منه لوزه ودرتو في الثلاجه حتى جمد ليا، وحطيه ودورتهم بالكيكه وصافي. كتزينوا الزين اللي بغيتو. سمحوا لي الطورطات اللي عجبوكم نصيبهم معكم، لانني ما بقاش ليا الوقت باش نصورهم معكم، الوقت باش نوجدهم معكم وصيبتهم. راهم تيجيو لذاذ واحد الدرجه. الطورطات راه ساهلين، المكونات الفواكه اللي عندكم وبالكريمه، نفس الكريمه اللي وجدت بها هي اللي درت فوق منهم، عمرتهم بداك الكريمه ودرت الفواكه. المهم الطورطات راه كلشي تيعرف يصايب طورطات صغارين. المهم راه عمرتهم غير بالكريمه وحطيت فوق منهم الفواكه، ما درت حتى شي حاجه. كان ناباج ولا شي حاجه ممكن تدهني به واش كيبقى داك البريو وصافي. طورطات ساهلين، بغيت نوجدهم معكم. كتبوا لي في التعليقات وبسلام عليكم. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم الفيديو. بسلام عليكم، فيديو جاي ان شاء الله.